إلى آخر التحضيرات بعاصمة الشرقية الجزائري قسنطينة قبل انطلاق المنافسة القارية، حيث تستعد مدينة الجسور المعلقة لاحتضان مباريات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات نيجيريا، المغرب، زامبيا وجنوب إفريقيا. باقي التفاصيل في هذا التقرير لإسلام ناموس. بعد النجاح الباهر الذي حققته الولاية في منافسة كأس إفريقيا للاعبين المحليين، ها هي قسنطينة اليوم تستعد للظهور في أبهى حلة مع بدء العد التنازلي لانطلاق كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، والجميع هنا يتجهز لاستقبال هذا الحدث. قسنطينة هي في أتم الاستعداد والجاهزية لتنظيم هذه التظاهرة المتمثلة في بطولة إفريقيا للناشئين، وكما عودتنا قسنطينة أنها ستكون دائما في استعداد تام. كل الظروف هي مهيئة من أجل تظاهرة في مستوى الجزائر بلدنا الكبير. قسنطينة كما قلت بكل مرافقها الرياضية والسياحية، لا سيما كل الفنادق المعنية بهذه التظاهرة هي مهيئة لاستقبال ضيوفنا الكرام. كذلك قسنطينة معروفة بمعالمها السياحية التي هيئت كذلك لتوفير جو مريح وتسويق، ومن أجل تسويق صورة جميلة عن قسنطينة وعن الجزائر. مركب الشهيد حملاوي يتجهز بدوره لاستقبال المنافسة القارية بعد اكتسائه حلة جديدة، حيث استفاد الملعب وملحقاته التدريبية من تهيئة داخلية وخارجية شملة المراقبة التقنية لمعدات الإنارة، الصوت، الكهرباء وكذا الانترنت، كما خضعت أرضيته لعملية صيانة دورية لتظهر في أحسن حال. الأرضية الرئيسية كما لاحظتوها وشفتوها راهي جاهزة وراهي في أحسن حالة، وكذلك ملاعب التدريبات هي جاهزة 100%، والتجهيزات الأخرى كالإنارة، إنارة يعني تفوق حتى الحد الأدنى المطلوب، رانا تفوق 2500 لوكس. كذلك فيه جهاز مكبر الصوت، الألواح الإشارية، كذلك مداخل المزودة بالتجهيزات الإلكترونية. وتحضيرا لاستقبال الوفود الإفريقية، تم تجهيز 4 فنادق من 3 إلى 5 نجوم وتهيئتها بالكامل حرصا على راحة الضيوف. والمنتخبات فيها فنادق، أذكر فندق ألكسندر 5 نجوم للفريق اللي راح يلحق، المنتخب اللي راح يلحق اليوم جنوب افريقيا، راهو يعني الايواء نتاعو على مستوى هذا الفندق، الى جانب زامبيا، وكذلك منتخب نيجيريا على مستوى نادي الجيش الوطني الشعبي، ومنتخب المغرب على مستوى فندق او نزل نوفوتيل، وفيه ثاني فندق اخر اللي فندق ماريوت 5 نجوم يكون ان شاء الله مخصص للرسميين. رانا في قضيه القاعات تاعنا تاع المطاعم، الغرف تاعنا، كل الناس راهي مجهزه للعمل، وان شاء الله ننجحوا الدوره هذه كما نجحنا دوره تاع لاشان اللي فات 2022 2023، ان شاء الله تكون خير. لطالما اثبتت الولايه علو كعبها في تنظيم هكذا منافسات، في انتظار التأكيد من خلال هذه الكأس على أحقية قسنطينة والجزائر ككل في احتضان أي منافسة قارية مهما بلغ حجمها.